السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله خلاص خدنا الأجازة، يعني خلاص إن شاء الله هنخرج وهنتفسح وهنشوف بقى الدنيا تاني من أول وجديد. بلاها بقى مذاكرة وبلاها دروس بلاها مدرسة. تعبت بجد، نفسيتي تعبت. أنا آسفة على المقدمة دي، بس كبت بقى، عارفين انتوا الكبت بتاع طول السنة. هو ده. ده كان تاني يوم عيد الميلاد على طول. جوزي عمل يعني المفاجأة الحلوة دي لينا. آه، عشان خاطر زي هدية لريناد، وفي نفس الوقت كفسحة بقى وهدنة بقى، خلاص خدنا أجازة. الحمد لله. المكان ده كان مكان تحفة، أول مرة كنت أروحه. هو عبارة عن مطعم كافيه، وكمان ملاهي، وكمان زي جنينة حيوانات كده مصغرة. بصوا بقى، دخلنا كده المطعم، بدأنا بالغوريلا يا ماما. فيها تماثيل. التمثال الأولاني ده كان تمثال الغوريلا اللي احنا شفناه ده. طبعا الأطفال اتصوروا جنبه وبقوا فرحانين بيه. دوت المطعم اللي هو ركن العائلات. في مطعم تاني اللي انا كنت داخلة منها، ده المدخل ده المطعم العادي الأساسي. ده ادم كان بيتصور جنب الغوريلا التانية دي. ما خلاش حاجة إلا لما اتصور جنبها في المكان. بصراحة المكان كان تحفة بجد بجد. دي ريناد وآدم هم. هنا بقى احنا داخلين على المكان الأساسي اللي احنا عايزين نخش عليه. أنا بصور لكم كده لسه دي كل الحاجات دي من بره الدخلة. هنا في عروسة البحر على الجنب دوت، والجنب التاني عروسة بحر عبارة عن ان هي نايمة على حجارة كده، وحاطة ايديها على راسها كده، وشعرها نزل على جسمها، وده الديل بتاعها. بصراحة شكلهم حلو قوي. وهنا بقى كوبري خشب كده احنا بنعدي عليه على مية. بصراحة المكان تحفة حلو جدا. واللي عجبني في المكان اكتر بقى نظافته. بسم الله ما شاء الله، بصراحة المكان نضيف حلو. بصوا، لا بصراحة انتوا هتشوفوا بنفسكم. هنا اول حاجة بقى الدخلة كده، طبعا جوزي كان بيدفع التذاكر بتاعتنا. دي اسمها دجاج الوادي. الحاجة دي اسمها دجاج الوادي. عبارة عن حاجات كده زي هي قريبة من الطاووس، بس هي منقطة، او قريبة، فاكرين الديك الرومي؟ عاملة زي الديك الرومي كده، بس بقى ايه الشكل بتاعها ده. وبتعمل اصوات. بصوا يا لهوي، كانت بصراحة كأنها بترحب بقى باللي داخلين، يعني حاطينها كده كترحيب. دي تاني حاجة كانت سلاحف. هو في قفصين موجودين للسلاحف. ده اول واحد فيه اتنين، وفي واحد جوه بقى خالص في الاخر هتشوفوه. في كتير. بصوا بقى، احلى حاجة في المكان ان انت بتقدري تلمسي الحيوانات اللي موجودة. طبعا هي حيوانات أليفة، مفيهاش حاجة ان شاء الله متوحشة يعني. فبصوا هنا كنت بلبس على راسها وعلى ايديها وعلى الحجارة بتاعتها. آه، كيوتة قوي كده في نفسها. فاحلى حاجة في المكان ان انتي بتقدري حتى تلمسي الحاجة يعني. جنينة الحيوانات بيبقى فيها سور كده حاجز ما بينك وما بينه. شفتوا بقى المقاعد يا جماعة؟ شفتوا الألعاب وشفتوا النظافة وشفتوا لا بصراحة حاجة تحفة. هنا كان في بيت ازاز، بس عشان الشمس بقى كانت ضاربة الصبح مع كاميرا الموبايل مع الازاز عاكس، فانتوا لو ركزتوا شوية هتحسوا ان ده قفص ازاز جواه بغبغانات وعصافير ملونة كده. بس انا الكاميرا ممكن تكونش موضحة قوي، بس انا على قد ما اقدر حاولت ان انا اصور. بس الشمس كانت عاكسة في الازاز نفسه. بس كان شكلهم حلو قوي قوي. حاجة كده كيوت وجميلة قوي. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى ده مكان تاني الالعاب الكهربائيه. احنا رحنا بدري، واحلى حاجه ان احنا رحنا في الميعاد ده بصراحه، بسبب ان ما كانش فيه زحمه، كنت قادره اصور لكم بقى براحتي. يعني انا بقيت ماشيه كده في المكان يا بصور براحتي. الالعاب الكهربائيه دي ميعادها بتفتح الساعه 3 العصر. لا، يعتبر دلوقتي خلاص الميعاد اتغير، فبقت على الساعه 4 ونص كده بتفتح. هنا بقى الديناصور ده ادم اتهرى تصوير عليه، وبقى طول الوقت عمال يطلع وينزل يطلع وينزل. وفرحانه قوي بيه. ادم عندي بيحب الحيوانات قوي قوي. فهو بصوا، انا والله ما رضيت امسح لكم يعني. شكله وهو طالع عليه بيتسلق. آه، فبصراحه كانوا فرحانين قوي، وكان يوم بصراحه تحفه تحفه بجد.
بصوا عمال بيجري وهم فرحانين بالمكان، مكان واسع. ما تخافيش على أطفالك منه. بصراحة يعني أنا كل مكان ببقى رايحة ببقى خايفة وقلقانة. موضوع بقى الخطف الأطفال ربنا يحفظنا يعني وكده، فالواحد بيبقى قلقان شوية ومقلق عليهم. بصوا في سماعات كتير جدا في المكان. كانوا مشغلين الصبح قرآن، وجي على آخر النهار بقى شغلوا أغاني وكده. هنا هو طلع على الزحليقة وبيتزحلق. وهنا بقى في زرافة ضخمة وبطريقة فظيعة، برضو آدم اتصور ما بين رجليها هنا وهو وريناد. لأن طبعا صعب التسلق عليها يعني، بصراحة ضخمة قوي. فبس شكلها بصراحة تحفة، وبجد بجد اللي عمل المكان دوت شابوه ليك. بصراحة مكان بجد تحفة، والأشجار فيه جميلة، والمكان نضيف، والمكان حلو بجد، والحاجات اللي فيه بجد حلوة. هنا بقى البجعة. بصوا مكان كده كان فيه البجع. برضو المكان من جوه تحفة ونضيف قوي وشكله حلو جدا. والمكان بقى زي ما قلت لكم حلاوته ان انتي قريبة ما بينك بس الحديد اللي هو موجود ده، وشايفة كل حاجة بوضوح، والحاجة قدامك حلوة، ومفيش زحمة، ومفيش اللي هو يعني فاهمين انتوا زي الاماكن اللي هي العامة زي جنينة الحيوانات والكلام ده، بيبقى الاماكن فيها مزحومة جدا بطريقة مش طبيعية. لا المكان ده كنا واخدين فيه راحتنا جدا. وان شاء الله باذن الله هنروح في يوم كده بقى بالليل. آم، نشوف بقى الجو بالليل كمان بيبقى عامل ازاي، بيبقى احلى بكتير قوي كمان من النهار. هنا بقى اللي هو قفص النسانيس، يا لهوي عليهم، دول احلى حاجة في الموضوع. بصراحة حاجة كده كيوت وعسل، وبصوا حلوين قوي. يوميها بقى معظم وقتنا اصلا قعدنا عندهم. ورينات طلعت بقى اكل من معاها، كان معاها شوكولاتات ومارشميلو وحاجات من دي. قعدت تأكلهم بقى، وهم بقى بصوا يعني هم قاعدين بعيد كده. اول ما رينات فتحت السوستة بتاعت الشنطة كلهم جم اتلموا على القفص، ويمدوا لها ايديها كده لبره، ومسكت ايديهم وبقت بتديهم، وبقوا يخطفوا منها الحاجة كده. بصراحة لا، شكلهم حلو قوي. واحلى حاجة كمان في الموضوع ان كان فيهم نسناس، واحدة ست ومعاها ابنها صغنون بطريقة، يعني بيبي صغنون قوي قوي، ومتعلق بقى في رقبتها وماسك على وسطها كده، ومش راضي يسيب مامته خالص. برضو كان شكله كيوت قوي وكان حلو قوي. بصوا هوريكم كل اللي انا بقول لكم عليه دلوقتي. هنا بصوا ده بقى انا بحاول ان انا اقول له تعالى، فتقريبا لابسه النقاب خايف مني مش عارفه بالظبط. بس هم اول ما رينات بقى فتحت لهم الشنطه، جم بقى على طول وتسلقوا بقى الحديد اللي هو القداماني ده. في الوقت ده انا قلت ايه، هسيبهم بقى كده، أنا صورت المكان اروح اكمل بقية تصوير، وهتلاقوني رجعت تاني بقى لما ريناد لقيتها بتقولي لي ماما تعالي بصي. فايه رحت اصور لكم الاول وحيد القرن ده. ده برضو عبارة عن تمثال، بس شكله تحسوا ان هو كأن يعني ما شاء الله مبدعين بصراحة في موضوع التماثيل اللي هم عاملينها دي. تحس ان هي شبيهة كتير قوي بالطبيعة. برضو ادم ركب عليه هو وريناد وتصوروا. هما كانوا حاطين كرسي كده تقريبا عشان اللي عايز يطلع يتصور عليه من الأطفال أو كده. في الوقت ده ريناد هيت كانت طلعت الشنطة بتاعتها وفتحتها وقعدت تنادي عليا يا ماما يا ماما. رحت لقيتها بقى بصوا، هي كانت كده بتأكلهم مارشميلو، بصوا واقفين مستنيين. بصوا كلهم جم بصوا وطلعوا ايديهم، احنا عايزين، قالت لهم انا هديكوا بس بالدور. بصوا هي رينات بقت خايفة ان هم يخربشوها يكون ليهم ضوافر وكده، بس لا ما كانوش بيخربشوا بصراحة. بقت بتقطع لهم اهي وبتديهم. في الوقت ده بقى جت اهيت اللي هي الام وابنها، قلت لها والنبي يا ريناد دي عشان بترضع. راحت مدياها واحدة في حالها، وراحت واخداها وطلعت بقى تاكلها مع نفسها كده. بصوا لذيذة قوي، وبالذات ابنها الصغنون ده حلو قوي. جيت هنا بقى في المكان اللي هو جنب بيت النسانيس ده، بيت غزلان. برضو كان ما شاء الله شكلهم حلو قوي قوي يعني. بصوا تحفة اهو، غزال اوروبي. وفي برضو جنبه بيت لاما، بس اللاما مش عارفة ما كانتش موجودة.
او كانت جوه مش عارفة، بس انا مشوفتهاش في القفص. هنا بقى دورات مياه للحريم وللرجالي، بس حاجة بصراحة في قمة النظافة. بصراحة لا، شابوه بجد للمكان. دي بقية الألعاب بقى الكهربائية وكده. طبعا ما كانوش فاتحين في الوقت دوت، احنا تنين قاعدين لحد ما المكان فتح وصورنا بقى، والدنيا كانت بصراحة حلوة قوي قوي. بس جوزي بقى وعدنا نروح بالليل، لان الحيوانات اللي هي التماثيل دي كلها بتعمل اصوات بالليل وانوار، فوعدنا ان احنا نروح نشوف بقى المكان كمان من بالليل، هيبقى احلى واجمل كمان. وطبعا انا هبقى واخده معايا اكل. اي نعم، هناك في مطعم، بس انا بصراحه ما بحبش اكل بره، ما بحبش اكل عيالي بره. اه المكان نضيف والمكان تحفه وكل حاجه، بس انا عن نفسي ما فيش الحته دي. يعني انا احب اعمل لعيالي كل حاجه بايدي، اكلهم بايديا، ابقى ضامنه انا عامله ايه، وانا يعني انا ما بعيبش في المكان تحفه. انا مش هقول فيه، بصوا لو انا اتكلمت كده حاجه بسيطه فيه يبقى انا بظلمه. بصراحة المكان من كله نظافة وجمال. وبصوا انتوا المكان باين، حتى البلاطة اهو بصوا يعني مكنوس ومتنضف، ومفيش اي حاجة، مش هتلاقوا ورقة في الارض. بس انا طبعي كده، انا بحب ان انا اكل عيالي من الاكل اللي انا عاملاه بايديا، فعشان كده هبقى عامله لهم بقى يوميها حاجه انا عاملاها في البيت، سندوتشات، ان كان بقى حواوشي، كبده، اي حاجه. فانا ان شاء الله برضو في اليوم اللي احنا هنبقى رايحين فيه بالليل ده برضو هصور لكم وهوريكم التجهيزات بقى واحنا رايحين. وهيكون بقى المكان برضو بالليل كشكله هيبقى عامل ازاي. اكيد الاماكن اللي هي بتاعت الحيوانات دي كلها بتبقى منورة، اكيد بيبقى لها منظر تاني، اكيد بيبقى الجو هناك جو تاني خالص. هنا بقى ده كان صقر. صقر، لا نسر نسر. بصوا بقى عمال عايز ياخد الموبايل ببقه، وانا عمالة العبه بقى، اقول له طب الموبايل اهو يلا خده، واروح جايه اول ما يعمل كده اروح بعد ايديا. فبصراحة لا، انك تلعب مع الحيوانات او الطيور دي حاجة حلوة قوي. بس طبعا نخلي بالنا، لان النسور من الحاجات اللي بتاكل اللحوم. فعيالي بقوا عايزين يمدوا ايدهم، قلت لهم مش هتطلعوا من غير صوابعكم، انتوا حرين. فهم كانوا حاطين له زي صينية كده، ومحطوط عليها هناك قطع من اللحمة. هنا بقى البيت التاني اللي انا بقولكوا عليه فيه سلاحف كتير، وكانوا بصراحة عندهم باور كده. من ضمنهم كان في سلحفتين اتنين. انا مش عارفة هما كانوا شابكين في بعض ولا كانوا بيتخانقوا، بس انا كانوا صعبانين عليا قوي، لان كان من ضمنهم سلحفة كان راسها تقريبا حرفيا كده حطت في الرمل. فبقيت عمالة اقول يا جماعة فين المسؤول هنا يخش اللي ما بينهم ده، بقوا صعبانين عليا قوي. وتقريبا هما بيفهموا لغة بعض، او تقريبا كانوا في حد ان هو رايح يصلح ما بينهم. السحالف اللي بعيدة دي هتلاقوه جايين دلوقتي عليهم، يعني كأنهم جايين بقى ايه، خلاص يا احنا بقى اكبر من كده، الناس بتتفرج علينا. فبيهدوا الدنيا. بصوا اهو راحة يمتهم تهدي بقى الموضوع وكده. بصوا الحيوانات دي والله العظيم بصراحة حاجة يعني جميلة. سبحان الخالق بجد في كل حاجة. فانا سبتهم هنا يحلوا مشاكلهم مع نفسهم بقى، قلت كفاية كده، وقلت اروح اصور بقية الطيور وكده. ده طائر اسمه طائر الفزان الذهبي. ده طائر برضو شكله حلو قوي. بس هما كانوا يعتبروا بعيد شوية عن القفص من قدام، فالتصوير مش واضح قوي بتاعهم، بس هو كان الواناته برضو حلوة قوي قوي بجد. بصوا هنا في بقى ده زي بجعة تاني، بس ملونة فيها ألوان أحمر كده. هي اسمها طائر البشروش. صعب بنطقه قوي. ده برضو كان كده شكله حلو قوي، والعيال بقوا حابين قوي وقفوا قدامه فترة طويلة. وبرضو كان قريب جدا مننا، ولون المية حلو والمية نظيفة. يعني بصراحة لا، حاجة تحفة. ودي كانت حاجة تانية اسمه أوز حاجة، يعني أنا مش فاكرة كان اسمه. هو ده اسمه يعني البني ده. مش يعني مش تبع الطائر اللي هو البشروش ده خالص. هو اسمه مش عارفة أوز حاجة كده. برضو دوت نوع من الطيور برضو اللطيفة اهي. أوز فرعوني، أوز فرعوني ده الوز الفرعوني بقى يعني. شكله حلو قوي.
هنا كان في الكونغو، حيوان الكونغو، بس ما كانش موجود. الله اعلم بقى كان جوه في المكان بتاعه دوت ومستخبي، ولا هو اصلا كان موجود ومات، ولا كان ايه، لا مش عارفة بصراحة، بس انا ما شفتوش. هنا ده كان الطاووس، كان مكان للطاووس كده، بس بصوا يعني الطاووس اللي هو تحس بقى اللي هو الفخم قوي، اهو هو اللي متعلق فوق دوت. انا بقيت مركزه لكم الكاميرا عليه شويه، مش عارفه بقى تنكتوا بصراحه ومخليه، لا انا هبقى فوق وانتوا خليكوا تحت، انا ماليش دعوه بيكم بصراحه. هو كان اشيك واحد فيهم، الواناته كانت حلوه قوي، ازرق في تركواز في اخضر، الواناته بصراحه سبحان الخالق بصراحه، يعني الواحد ما يتكلمش كده، سبحان الله. فتنتني انا مركزة عليه شوية بقى، عاجبني الوانه قوي، والباقي بقى هو تحت هنا لونهم اخضر في رصاصي في اسود، يعني الواناتهم مش جذابة قوي بصراحة زي اللي هو كان متعلق فوق ده. نيجي بقى الآنسة النعامة. بصوا بقى هتنيها في نعامة فيهم هتنها بقى تلعب معاه كده في اخر الفيديو. كنت تحس انها عندها حالة يعني. بصوا هي النعامة اللي هي اخر واحدة اللي هي عمالة تمشي دي، تمشي وتيجي علينا جاري، تروح وتيجي علينا جاري. قلت لها ايوه انت عاملة زي محمد هنيدي كده، زي ما كان بيقول انت من الشاطرة اللي انت طويلة وهبلة. بس كانت بصراحة يعني يوم حلو قوي، اتبسطنا فيه جدا جدا. المكان تحفة بجد بمعنى الكلمة، لو تنيت نوصف فيه من هنا للسنة الجاية مش هوفي اي حاجة فيه. الاشجار هناك الواناتها حلوة قوي، وبصراحة بصوا ايه بتروح وتيجي علينا جري، تروح وتيجي علينا جري، وفي الاخر بقى قعدت تلعب معاه بقى ايه بمنقارها كده في القفص. فانا هسيبكم بقى تتفرجوا على الحتة الأخيرة دي، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة اللي خلص امتحانات، واللي لسه ما خلصش ربنا يا رب معاه ويعينه ويوفقهم يا رب بحق جاه النبي على التعب بتاع السنة اللي تعبناه كله ده، وتفرحوا بيهم وبنجاحهم. وان شاء الله كده استنوني في فيديو جديد. الى اللقاء، هسيبكم بقى مع باقي الفيديو تكملوه، والنعامة الجميلة الأمورة اللي كانت عمالة بتلعب معايا دي في حفظ الله وأمنه. استنوني في فيديو جديد. إلى اللقاء، استنوا بقى عشان تشوفوا آخر الفيديو النعامة هتعمل معايا ايه.